شخصيات مهمة، ويسعدني أن تكون شخصية هذه الحلقة سمو الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي ورئيس المجلس العربي للطفولة وأحد أعضاء مجلس العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية. وقد قبل أن يكون ضيفا على حلقة حوار تفاعلية خاصة كنت أديرها في أحد استديوهات بوش هاوس في منتصف التسعينات، والحق أقول إنه أجاب عن جميع الأسئلة التي بعث بها المستمعون مهما بلغت حساسيتها في ذلك الوقت، واتسمت إجاباته بالصراحة التامة بل والجرأة، وكانت هذه حلقة تفاعلية متقدمة في حينها قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي والمالتي ميديا. إذا أردتم الاستماع إلى الحلقة كاملة فعليكم بصفحة البرنامج على bbcarabic.com. الأسئلة تدور حول أسئلة من قبيل: ما هو بالضبط دور مجلس العائلة الذي تم إحياؤه مؤخرا، وما هو الدور الذي تقومون به أنتم شخصيا في هذا المجلس؟ هذا المجلس فكرته قديمة الحقيقة، وحركوا الملك فهد الأمير عبد الله مؤخرا وانشئ المركز أو المجلس بالأحرى. هو دوره دور عائلي فقط، ليس له دخل بأمور السياسية أو أمور الحكم، لأنه العائلة يمثل النظام هم قمة النظام، فهذا العائلة يبحث أمور العائلة الداخلية وليس له أي دور إطلاقا فيما يختص بسياسات الحكومة الخارجية أو الداخلية. وما دوركم أنتم شخصيا؟ أنا دوري مثل دور أي عضو إحنا 18 عضو، أنا واحد من هؤلاء الأعضاء دوري مثل دور أي، إنما إذا كان لي ما أقول مستقبلا لهذا المجلس أن يكون حسب نظامه الأساسي الذي يقر وحسب توجهاته التي ذكرت من رئيس المجلس الأمير عبد الله سمو العهد بأنه دورا فعالا لحل مشاكل العائلة وتلك المشاكل العالقة بين المواطن وفرد من أفراد العائلة. أعتقد هذه انطلاقة وخطوة جيدة إلى الأمام. حقيقي هناك مجموعة أخرى من الأسئلة نرجو أن يتسع صدركم لها. بيقول: سبق وأن صرحتم بالقول أن هناك دورا كان لابد لكم أن تلعبوه منذ زمن طويل، فما هو هذا الدور في المعترك السياسي السعودي؟ هو الحقيقة هذه وردت في سياق حديث طويل في إحدى المحطات التلفزيونية، وقلت أنه دوري كان في الستينات كان لي دورين: دور أقوم به داخل الحكومة التي ألفها الملك سعود وكنت أنا عضو فيها، ودور تصالحي ووفاقي أيضا لو لم أدخل هذه الوزارة بين الجهات المتصارعة. إذن هو من هذا المنطلق ذكر حكاية الدور اللي أنا ذكرته ليس فقط. الآن. لا. متى يعامل غير السعودي المعاملة اللائقة من الناحية الإنسانية؟ ألم يحن الوقت بعد إلغاء نظام الكفيل وهو الرق الحديث بعينه حسب كلام السائل؟ أنا طلبت في عدة مناسبات وفي الإعلام المسموع والمرئي بأنه هذا النظام انتهى وقته ويجب إزالته. أكد هذا الكلام الأمير عبد الله في خطابه منذ أشهر. هل تم إقصاء الأمير طلال من تسلسل الخلافة على العرش؟ لا يستطيع أحدا أن يزحزحني، لأني أنا مصوب بالنظام ومن أبناء عبد العزيز، إنما علينا أن نحترم القواعد التي يحكمها العرف والتي صاغها الملك فهد بشكل مواد في الدستور في النظام الأساسي، وهي السن والأصلح بالعمر وبالأصلح. نحن لا نتجاوز بعضنا لأنه حتكون سابقة خطيرة ولا تقوم بمصلحة المملكة ولا مصلحة العرب. مناسبة حرية الرأي، يعني هناك من يقول: هل سمو الأمير ما زال مصرا على أن بعض الأمراء رواتبهم 700 ريال أم أنها كانت زلة لسان؟ هذه قامت الدنيا علي الدنيا وقال: كيف طلال يقول هذا الكلام؟ أنا جوابي: هل أنتم تصدقوا طلال؟ هل أنتم الذين واكبتوا مسيرة طلال قرأتوها أو عشتوها بأنفسكم، هل أنا عمري قلت شيء غير صحيح؟ وأكرر وأقول: نعم، هناك من يأخذ من النساء 750 ريال ومن أولادنا 800 ريال، لكن هل سئلت أنا على الآخرين اللي يأخذوا أكثر ولا أقل؟ ما حد سألني. هل أنت تمثل المعارضة ولكن من داخل العائلة السعودية؟ لا، هذا غير صحيح. أنا أؤكد لك أنه كثير من الأخوان لهم نفس التوجهات. هل من أصداء لدعواتكم إلى اعتماد الدول الخليجية على العمالة العربية بدلا من العمالة الآسيوية؟ والله هذا كان وارد. العمالة الأجنبية استخدمت
لسببين رئيسيين. أولا، العمالة الأجنبية بمجملها أكثر تدريبا ودراية بالعمل المنوط بها من العمالة العربية. هذه ظاهرة غريبة، وأنا قلت هذا لبعض الفعاليات العربية. العامل الثاني أنها أرخص. في الواقع بعض الأسئلة أيضا يعني طالت نجلكم الوليد، وأقول كثر الحديث عن ثروة نجلك الوليد، فما ردك على ما يقال على أن استثماراته تصب في السوق الغربية على حساب العالم العربي؟ أولا يا سيدي، له استثمارات في جميع مختلف العالم العربي. كل العالم العربي الآن الوليد موجود فيها.